بقالي 6 شهور في الحوار ده، ولسه لغايه النهارده قبل ما اخش اهو انت قلتي لا. لا لا، يبقى استحملوا، عيشوا وتعايشوا. اللي عايز، اللي مش عايز يعمل الفيديو اللي بقول عليه يعيش ويتعايش. انما هتقول لي اروح ارفع قضيه، اعمل استمارة تمرد، اعمل مش عارف ايه، هياخد منك كام وقت عشان تعمل الموضوع ده؟ هياخد منك وقت قد ايه عشان تلم توقيعات واستمارات وتروح ترفع قضيه وتعمل وتسوي؟ انا بقول لك هنعمل مظاهره من غير ما ننزل الشارع على الفيسبوك. انما حد تاني بقى اسمه الاسد البري وثوره البريه وغدا الرحيق تقول لي ننزل الميدان؟ لا، انزل انت الميدان. انت اساسا ما طلعتيش زي كده في فيديو، اوكي؟ وتقولي يا استاذه الفيديوهات كلها ما فيش حاجه اسمها لترحيل اللاجئين. الفيديوهات كلها طالعه بتشتكي بس، انما الطلب مباشر من الحكومه والرئيس ترحيل اللاجئين زي ما انا ما بقول مش موجوده. انا صاحب الفكره اساسا، مش موجوده. كلها شكاوي 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 شكاوي. اشتكي للصبح. يعني انا كحكومه، واحد زي السرساجي اللي كان طالع يشتم في الجيش والشرطه والسيسي ده، اللي ما يعرفش يكتب اسمه بالعربي اساسا، اسمع له انا ازاي؟ ادي له ودني ازاي واسمع له واحد زي ده؟ انما لما يبقى فيه 50,000، 100,000، مليون، ايوه هو ده يا استاذه خديجه بتقولها اهو. هم بيلفوا ويدوروا علشان احنا ننزل الشارع، بيلفوا ويدوروا علشان يولعوا في البلد. نفسهم مصر تبقى زي بلادهم، وانا مش هسمح بده. والله ده انا توصل الانبوبة الغاز 2000 جنيه ومش هنزل الشارع. كيلو الطماطم يوصل 200 جنيه ومش هنزل الشارع. بس انا كفايه ان انا قاعد في امان وحريمي في امان وينزلوا الشارع زي ما هم عايزين في امان. ده عندي بالدنيا كلها. انما يحصل فيها زي سوريا ولا غير سوريا، لا. مش مستحمله ازاي يا استاذه؟ مش عارف يعني، مش فاهم. يا استاذه بلقيس، انا بتكلم على ملايين الفيديوهات، اوكي؟ بس انا ما جاليش حتى 100 فيديو، يعني ما نزلش على الصفحه حتى 100 فيديو. انا بقول ملايين الفيديوهات. 10 15 ثانيه بتعمل فيديو وتنزله على الفيسبوك. مصر كلها بتشوف الفيسبوك. وقلت بالفم المليان الجهات السياديه عارفه كل حاجه ومستنياكوا تتحركوا. انتوا مش عايزين تتحركوا، يبقى انتوا مبسوطين كده. ما هي البلد مش مستحمله يا استاذه بيان. وده يعني انت برضه، انا عايز يعني اللي ما عملش فيديو 10 15 ثانيه يا استاذه بيان هينزل الشارع؟ يعني خلينا برضه نفكر بالعقل. انت ما كلفتش نفسك تمسك التليفون ده كده 15 ثانيه وتعمل فيديو وتنزله على الصفحه بتاعت الفيسبوك. هتاخد بقى نص ساعة تلبس وساعة تعمل فيها شوية سندوتشات وتروح تجيب مية ومش عارف ايه وتنزل الميدان تتظاهر؟ اكيد لا. يبقى طالما انت مبسوط تعايش وعيش. انا عن نفسي وقلت على فيديوهاتي، انا ضارب جوز سودانية مع بعض وضارب سوري، حاطط خط احمر في منطقتي. ما بشتكيش على الفيسبوك وبقول فلان ضرب ابني وفلان شد شعري. ولا كلب يقدر يفرض إتاوة عندي في الشارع عشان عارف أنا هعمل فيه إيه. إنما ده في السيدة زينب، في زهراء مدينة نصر، بتفرض الإتاوات علني.
الرجالة ماتت.